في موقع عيون على الفن جود نيوز. اهلا وسهلا، اهلا بعيون على الفن واهلا بجود نيوز. احنا عاوزين نبارك لك على اختيارك سفيره للامم المتحده. ميرسي جدا، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ايه كان شعورك لما الامم المتحده اختارتك برنامجها والله كان طبعا احساس باني صغيره قوي على المنصب ده، باني مش قد المسؤوليه، باني طب هو انا عملت كفايه عشان ده. انا سافرت معاهم واديت من وقتي ومجهودي، لكن هل ده كفايه؟ هل هكون قد المسؤوليه؟ تساؤلات يعني. هو شعور غريب. وحتى كنت بتكلم مع مدام يسرا اللي شرفتنا النهارده بحضورها، قالت لي هي كده اول يوم التنصيب نفسه بيبقى يوم فيه رهبه صعب شويه. يعني حضرتك انت شغاله معاهم بقالك سنه تقريبا. سافرت سوريا وسافرت كذا بلد ثانيه. سافرت سوريا والاراضي الفلسطينيه المحتله. ايه كان شعورك وانت بتشوف الاطفال وتشوف شغاله مع الامم المتحده؟ اولا شعور ايجابي، بمعنى انه الواحد بيحمد ربنا على ساعات بننسى، الواحد بينسى ايه اللي ربنا اداهوله، او بياخده كده كانه حاجه في المضمون يعني. ما بيفتكرش انه يحمد فعلا على النعمه دي. فكان شعور ايجابي ان انا قد كده رجعت راضيه باللي عندي وفوق الراضيه الحمد لله. الشعور التاني كان شعور بالصدمه شويه، انه ساعات الواحد بيبقى الجوع او الفقر حواليه وهو مش شايفهم، او متعود ما يشوفهمش، فلما لازم تشوفهم. ان انت تخشي لمواجهه الجوع؟ لا، هم كلموني في ايام حرب غزه، وانا قلت ده في المؤتمر الصحفي ان انا كنت عايزه استخدم شهرتي في اي حاجه، وحصل انهم كلموني، وده تزامن مع حرب غزه. كنت عايزه اساعد وقبل كده على فكره انا عملت حمله مع اليو ان ايدز لمكافحه الايدز في العالم العربي، وعملت حمله مع اليو ان دي بي اللي هي منظمه الامم المتحده للتنميه، ودي كانت لحياه افضل، بمعنى انه رياضه اكتر، الاكل يتظبط في العالم العربي. فمش اول مره اشتغل على كامبين ليه علاقه بالامم المتحده، لكن لما كلموني كان بالصدفه مكافحه الجوع. فطبعا بعد كده لما عرفت بقى الارقام اللي صدمتني، وفهمت يعني اهميه ان انت تكافح الجوع، لانه الجوع احنا بنقول بالبلدي الجوع كافر. هو فعلا الجوع كافر، بمعنى ان الجوع هو ابو كل المصايب اللي ممكن تحصل بعد كده. اللي جعان يسرق، اللي جعان ما يتعلمش، اللي جعان يعيا، اللي جعان ما يبقاش عنده اي سبب انه يعيش، انه يمارس حقوقه، انه يمارس واجباته، لانه هو كل همه في بطنه. فهو فعلا ابو المشاكل كلها. احنا من المصدر، يعني انا بشتغل دلوقتي على منبع المشاكل، دي حاجه مهمه. اختيار الفنانين ان هم اللي يمثلوا يشوفوا مشاكل الناس دوت خطه كويسه، ان هي يعني تخلي الناس تتبرع اكتر، تخلي الناس تحس بمشاكل. هو مستر زلاتن اللي هو النائب رئيس المكتب الاقليمي قالها في المؤتمر الصحفي، قال لما السيلبرتيز تتكلم الناس بتسمع. يعني ما حدش كان يعرف، او ما فيش في جيل من الناس اللي مثلا ما لهمش في السياسه، او ما لهمش في عمل الامم المتحده او في العمل الانساني، لكن بيحبوا انجلينا جولي، شافوا توم بريدر وعجبتهم. فجاه شافوا الست دي في افغانستان، مش فاهمين هي بتعمل ايه. اليو ان اتش سي ار، ايه اليو ان اتش سي ار؟ منظمه الامم المتحده للاجئين. ده في منظمه للاجئين، ده في مش عارفه كام مليون لاجئ في العالم، ده الموضوع بيزداد، فبقى في وعي. اللي نفسنا نعمله في العالم العربي نفس نوع استخدام واستغلال السيلبرتيز في العمل الانساني ان شاء الله. انا عاوز اعرف بس عيون على الفن، ايه اخر اخبارك الفنيه؟ اخر اخباري الفنيه داخله ان شاء الله كمان اسبوعين مسلسل عايزه اتجوز، وهو مقتبس يعني متاخد من كتاب عايزه اتجوز للدكتوره غاده عبد العال، بس ما يغركوش هي دكتوره فعلا، بس هي صغيره يعني في السن، وبيتكلم يعني في قالب اجتماعي في نوع من انواع السخريه عن ظروف البنت في سن الجواز، العنوسه، المشاكل اللي ممكن تحصل للعرسان كده. اخراج الاستاذ رامي امام، وانتاج دار الشروق، الشروق للانتاج السينمائي، واستاذ طارق جنايني. وبالنسبه لفيلم اسماء، ايه اللي اثر؟ فيلم اسماء ظروف انتاجيه، وبنشتغل على السيناريو، ورب ضرات نافعه، يعني يمكن تاخرنا شويه عشان نطلع بسيناريو احسن، والاستاذ عمرو سلامه شغال على السيناريو، فان شاء الله لما نجهز هنقول لكم. ميرسي. شكرا. ميرسي. باي باي.